لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز وطلب التحديث فتابع معايا الفيديو، ولو برضو عامل النسخة المدمجة بربط الجهاز برضو تابع معايا الفيديو، ولو لسه جديد معانا في القناة برضو تابع معايا الفيديو عشان تقدر تشغل واتساب بدون ربط الجهاز او بربط الجهاز، يعني تحط رقمك المحظور يشتغل او تقدر تعمل ربط بالواتساب الرسمي بالواتساب جي بي. تمام، فعايزك تتابع معايا الفيديو للنهاية. طبعا احنا منزلين تحديث يوم 1/1/2025، والنهارده كمان نزلنا تحديث يوم 3/1/2025. فكل اللي انا عايزه منك تتابع معايا الفيديو للنهاية. طبعا اكيد كلكم جالكم اشعار بان النسخة عايزة تتحدث، فانا جايب لك التحديث ده عشان لو جالك الاشعار انها عايزة تتحدث تخطى الاشعار خالص واخرج منه وتابع معايا الفيديو، وادخل على قناتي على التليجرام وابدا ثبت النسخه او ابدا حدث النسخه عندك من خلال قناتي على التليجرام. رابط قناه التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو. اول حاجه عايزك تمسك الموبايل بتاعك لو لسه جديد معانا، هتضغط على المتجر بلاي وهتيجي هنا في البحث هتبدا تكتب تطبيق زد ارشيف، هتبدا تثبت تطبيق زد ارشيف عشان من خلاله هنقدر نفك الضغط بتاع النسخه. تمام، هنرجع كده خطوه كده خطوه كمان، هتضغط على الصوره الشخصيه بتاعت المتجر بلاي وهتضغط على بلاي للحمايه بالشكل ده كده، هتضغط على علامه الترس هنا. طبعا هتقفل خيار حمايه جوجل بلاي، هتقول له اوكي وتدي له البصمه، هتتقفل معاك حمايه جوجل بلاي عادي مفيش اي مشكله، عشان لما تيجي تثبت النسخه لاول مره ما يقولكش التطبيق ضار ويجي لك اشعار كده حظر التطبيق ضار. تمام، عشان تتخطى الاشعار وتتثبت معاك على طول. ولكن زي ما قلنا كده في كل فيديو كل مره بنقول كده، سيب حمايه جوجل بلاي متفعله عشان التطبيقات الخبيثه والكلام ده كله. تمام، خلي حمايه جوجل بلاي متفعله، ولما تيجي تثبت التطبيق لاول مره يجي لك الاشعار حظر التطبيق ضار، هتلاقي كلمه مكتوبه تحت اسمها المزيد من التفاصيل، هتضغط على المزيد من التفاصيل. تمام، هيبدا يظهر لك خانه تاني تحت كده مكتوب عليها تثبيت على اي حال، اضغط على تثبيت على اي حال هيتثبت معاك بدون انك تقفل حمايه جوجل بلاي. خلي حمايه جوجل بلاي شغاله وقول له تثبيت على اي حال بعد ما تضغط على مزيد من التفاصيل. تمام، هنطلع كده هندخل طبعا على قناه التليجرام، هنفعل الخيار ده كده، هتلاقي هنا تحديث واتساب الاكتيفيتور واتساب جي بي، يعني تم التحديث على نسخه الاكتيفيتور وكمان تم التحديث على النسخه جي بي رقم 2، يعني رقم 1 ورقم 2 تم التحديث عليهم. هنضغط عليهم بالشكل ده كده هيظهر لي الايقونه بتاعه زد ارشيف اللي احنا لسه مثبتينه على الموبايل بتاعنا. هتلاقي في ايقونتين، واحده مكتوب زد ارشيف باللغه الانجليزيه فقط، والثانيه مكتوب زد ارشيف برضو باللغه الانجليزيه ومكتوب تحتيها استخرج الى اسم الارشيف. لو انت ضغطت عليه هيقول لك الارشيف تالف. تمام، فانا عايزك تضغط على اللي هي مكتوب عليها كلمه واحده بس بالانجليزيه اللي هي زد ارشيف اللي هي باللغه الانجليزيه فقط، اللي هي تاني واحده من على الشمال هنضغط عليها. هنا بيقول لك تحديث واتساب الاكتيفيتور واتساب جي بي، هنضغط عليها هيبدا يقول لك ايه 1 جي بي واتساب عبد الله اندرسكول اكتيفيتور دوت اي بي كي، هتضغط على رقم واحد لو انت لسه جديد معانا في القناه ومش مثبت النسخه خالص. بعد ما تضغط على رقم واحد هتضغط على تثبيت، هيطلب منك كلمه مرور. كلمه المرور انا هقول لك عليها دلوقتي في الفيديو. بعد ما تحط كلمه المرور اللي انا هقول لك عليها هيبدا ايه يقول لك تثبيت، هتبدا تثبت التطبيق هيتثبت معاك، هتبدا تدي له الاذونات. بعد ما تدي له الاذونات تمام هتبدا تحط رقمك المحظور هيجي لك كود، هتحط الكود هيبدا يقول لك حط اسمك وصورتك، هتحط اسمك وصورتك النسخه هتشتغل معاك عادي مفيش اي مشكله ديت بنفس رقمك المحظور. طيب لو انت عايز تعمل ربط بالنسخه هتبدا ايه تربطها بالواتساب الرسمي، بعد ما تدي لها الاذونات هتبدا تربطها بالواتساب الرسمي هتتربط معاك عادي مفيش اي مشكله سواء عملتها بالربط او بدون ربط. هتلاقي طبعا النسخه تقيله معاك وفيها اعلانات وما فيهاش المميزات اللي احنا هنشرحها دلوقتي. تمام، فنعمل ايه؟ هنيجي بقى عند نسخه رقم 2 اهوت 2 جي بي واتساب ات نيو ابديت، هتضغط عليها. تمام، هنا يقول لك تثبيت هتضغط على تثبيت. تمام، هيقول لك كلمه المرور. كلمه المرور انا هقولها لك على جزئين، هقول لك الجزء دلوقتي والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو، يعني في جزء هقوله دلوقتي والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو، فتابع معايا الفيديو للنهايه. اول جزء من الباسورد او كلمه المرور هيكون 61، اول جزء هيكون 61. تمام، تاني جزء بقى هقوله لك في نهايه الفيديو، وانا هكتب دلوقتي تاني جزء بس هقوله لك برده في نهايه الفيديو. بعد ما كتبت الجزء اهو حسنا هيبدا ايه استخرج معايا، هضغط على اداه تثبيت الحزم هيبدا يقول لي تحديث جي بي واتساب. تمام، تحديث جي بي واتساب، فانت سواء عملته بالربط او بدون ربط
تمام، هتبدا تقول له تحديث، هيبدا يتحدث معاك عادي عشان تستفاد بالمميزات وتتخطى الاعلانات وتقل النسخه. تمام. وبرضه ملحوظه يا شباب عشان نكون واضحين، مش شرط وانت بتربط النسخه تربطها برقم واحد وبعد كده ترجع تحدث برقم اتنين، لا خالص عادي مفيش اي مشكله. سيبك من رقم واحد وابدا اربط برقم اتنين على طول، يعني اختصر بلاش تربط برقم واحد، خش على رقم اتنين على طول وابدا اعمل ربط الجهاز بنسخه رقم اتنين على طول وان شاء الله هتربط معاك. تمام. بعد كده هنقول له تم، هنروح كده هتلاقي النسخه ظهرت معايا اهي بالشكل ده. تمام. هنضغط على النسخه بالشكل ده يا شباب. هنا طبعا لو انت عايز تضيف اكتر من حساب ما فيش اي مشكله. هنا طبعا لو انت عايز تعمل وضع الطيران، هنا طبعا الوضع الفاتح او الداكن او الليلي ايا كان، يعني هنا وضع الشبح. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط. هنا طبعا تحديث جي بي واتساب هتضغط عليها، تحديث جي بي واتساب، تحديث جي بي واتساب من اليوتيوب. لو ضغطت كده يبدا يدخلك على قناتي على اليوتيوب، تقدر تحصل على الفيديوهات الجديده والتحديثات الجديده اللي بتتكلم عن الواتساب. هنرجع كده خطوه كمان. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب تحديث اتش بي واتساب هنضغط عليه. هنا تحديث من قناه التليجرام هنضغط عليها. تمام. هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام، قناه لازم انجح على التليجرام، دي بقى اللي بيكون فيها النسخ والتطبيقات كلها عشان تقدر تثبت اي تطبيق او اي نسخه من خلال قناتي على التليجرام، قناه لازم انجح. تمام. هنرجع كده خطوه، الرابط بتاع القناه دي هتلاقيه في وصف الفيديو. بعد كده نضغط على الثلاث نقاط وهنجيب اضافات جي بي. هنا افضل التطبيقات المعدله، وصلى على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا يا جماعه على النبي وسيبوا لي في التعليقات كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنضغط عليها. هنا طبعا افضل التطبيقات، هنا اضغط في الاسفل وصلى برضه على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا طبعا بيدخلك على قناتي على اليوتيوب عادي مفيش اي مشكله. هنا طبعا بيدخلك على قناتي برضه على التليجرام، تقدر تشوف التحديثات والنسخ. وهنا برضه كذلك الامر بيدخل على قناتي على التليجرام بالشكل ده كده مفيش اي مشكله. دي كلها تقدر توصل لقناتي على التليجرام وقناه اليوتيوب من خلال الايقونات ديت. تمام. وتقدر تحصل على التطبيقات الجديده والنسخه الجديده بتاع الواتساب. هنرجع كده خطوه، هنيجي عند الحمايه والخصوصيه. هنا طبعا تقدر تفعل الخيارات اللي انت حاببها، دي كلها المميزات اهيت برضو شايفين، دي كلها مميزات يا شباب، دي كلها المميزات. تمام. تقدر تعمل اللي انت عايزه في المميزات. هنا طبعا الثيمات، تحميل الثيمات عندك 4032 ثيم، دي كلها ثيمات اهيت. تمام. 4032 ثيم تقدر تغير منهم. ممكن انا اختار الثيم ده هضغط عليه واقول له حسنا، هيبدا يتغير معايا عادي مفيش اي مشكله. تمام. اهو الثيم اتغير معايا بشكل جميل جدا. هنضغط عليه ثلاث نقاط وهنضغط على اضافات. بعد كده هنيجي عند الاعدادات العامه، هنا ستايل الشكل. تمام. هنا تغيير نوع الايموجي ممكن تخليه اي او اس او اي نوع تاني من تغيير نوع الايموجي عادي مفيش اي مشكله، ولكن انا هخليه اي او اس. لو الحاجات دي مش متحملها اضغط عليها هتحمل معاك زي ما متحمله. هنا تغيير ايقونه الواتساب انا ممكن اخليها الايقونه اغيرها بالشكل كده. تمام. اديني غيرت ايقونه جي بي واتساب هضغط عليها تاني، اضغط على الثلاث شرط اضافات جي بي. تمام. هضغط على الشاشه الرئيسيه، هنا البار العلوي بص على الدردشات والمجموعات والمستجدات والمكالمات والمجتمع. ستاير بال التنقل ممكن اخليه اي او اس عادي مفيش اي مشكله، اضغط هنا اخليها فوق مثلا. تمام. اضغط هنا ابدا اخليها اي او اس تاني، ابدا اغير خليها كده مفيش اي مشكله، تقدر تغير الحاجات دي كلها. تمام. هنا طبعا زي ما انتم شايفين اهوت جي بي واتساب. لو انت عايز تخفي كلمه جي بي واتساب من فوق كده وتخلي اسمك بس اللي هو مكتوب على الواتساب، هتيجي وضع اسمي هتبدا تفعل الخيار ده، هيقول لك عبد الله الباشا، ده اسمي اللي انا كاتبه على الواتساب. تمام. مفيش اي مشكله. هنا طبعا الحالات، لو انت عايز تحط الحاله بتاعتك ساعه بدل من 30 ثانيه ودقيقه او 5 دقائق و10 دقائق والكلام ده، تقدر تفعل زياده حجم الحاله تضغط عليه كده. هنا بيقول لك يسمح لك بوضع فيديو مدته حتى ساعه بدلا من 30 ثانيه كحاله. تمام. تقدر تفعله عادي مفيش اي مشكله. دي كلها المميزات الجميله جدا. تمام. هنا طبعا هنيجي عند التحديثات. هنا طبعا اصدارك الحالي محدث بالفعل. هنضغط على سجل التغيرات. سجل التغيرات اهي زي ما انتم شايفين ما الجديد في 21.35. طبعا تاريخ التحديث 3/1 اللي هو النهارده 3/1. تمام. هنرجع كده خطوه او نقول اوكي. هنا طبعا تحميل النسخه جي بي واتساب من التليجرام، لو ضغطت كده هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام مفيش اي مشكله. هنرجع كده خطوه تاني. هنا طبعا حول التطبيق. تمام. زي ما انتم شايفين اهو هنيجي عند رساله الشكر هنضغط عليها.
هنا طبعا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه افضل الصلاه والسلام. هنا الحمد لله على نعمه الاسلام، عبد الله الباشا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تابعونا على قناه اليوتيوب وقناه التليجرام. وهنا عامل لك طبعا ايموجي تحت كده، تمام، عشان تبقى انت عارف او ملصق. تمام. هنا قناه التليجرام، لو ضغطت على كلمه قناه التليجرام كده هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام، مفيش اي مشكله. هنا طبعا قناه اليوتيوب، لو ضغطت عليها كده يبدا يدخلك على قناتي على اليوتيوب، مفيش اي مشكله برضو. هنا لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا نسخه جميله جدا، جميله جدا جدا جدا. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل وتصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخر جزء من الباسورد هيكون 81. اخر جزء من الباسورد هيكون 81. بكرر كلامي اهو، اخر جزء من الباسورد هيكون 81. لو حضرتك ما سمعتش الجزء الاول ارجع من الاول الفيديو، يعني رجع الفيديو من الاول وابدا اسمعه من الاول عشان تعرف الجزء الاولاني كام، وتيجي عند الجزء الثاني هتلاقيه 81. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.